ده لازم هيترك اثر، مش هيروح. ربنا يستر. يعني لما كانت تحصل حادثه لبنت صغيره مثلا وحاجبها يتفتح وتروح لدكتور مش فاهم قوي في الموضوع ويخيطها غرز تفضل معلمه معاها العمر كله. دلوقتي بقت الخيوط تقدمت جدا. انا عايز بس النقطه دي عشان النقطه دي مهمه جدا. اي جرح حصل جرح قطعي في طبقات الجلد كلها. طبقات الجلد كلها يعني ايه؟ مش خربوش. خربوش ده بيبقى في طبقة الجلد السطحية. تمام، ده ممكن ما يبقاش ليه اثر ويختفي. لكن حصل جرح قطعي سواء حادثة او اي حاجة والجلد كله اتقطع واتخيط، ده لازم هيترك اثر، مش هيروح. حتى لو كان بخيوط تجميلية لازم هيترك اثر. احنا ما فيش دكتور تجميل بيراعي ربنا وهيقول للحد انت انا هعمل لك جرح وهيختفي. احنا بقى ما بنعمل العمليات بتاعتنا. طب الجروح بتاعت العمليات دي، تلاقي الواحد بيسألني الجروح دي هتختفي يا دكتور؟ تمام، انا لا اقول له ما تختفيش. احنا بنعمل لك الجروح في اماكن اساسا مش باينه. يعني جرح شد الوش بيبقى مثلا ايه؟ من قدام الودن من هنا ومن ورا. واحده نزلت شعرها مش هيبان انها عامله شد وش. الجرح بتاع السيليكون بتاع تكبير الثدي بيبقى تحت الصدر. الصدر لما هينزل في التانية دي الجرح مش باين. الجرح بتاع شد البطن بيبقى تحت خط الاندر. هو شد البطن ده هو نفس جرح القيصرية بس اطول شويه. اطول من هنا ومن هنا. ده بيبقى تحت خط الاندر. الناس بره بيعملوه بيلبسوا مايوهات بيكيني ومحدش بيبقى باين. هي دي الحرفه في التجميل. هعمل لك جرح في مكان مش باين، لكن الجرح ده هيختفي والجلد هيرجع طبيعي 100%؟ لا، احنا كل الاجراءات اللي بنعملها مع الجروح، سواء بدي كريمات اللي هي بتحسن شكل الجرح او بنعمل جلسات ليزر، الاجراءات دي كلها عشان اخلي شكل الجرح اقرب ما يكون للجلد اللي حواليه. فاللي هو ما تقدرش تميز الجرح، نفس الجرح اللي هو احسن شكل اقدر اوصل له ان هو يبقى اللون بتاعه قريب من الجلد، لا يبقى اغمق ولا يبقى افتح. تمام، الجرح يبقى بسوى الجلد، ما يبقاش عالي عن الجلد اللي حواليه ولا ايه عامل مطب وداخل جوه. وصلت انا للشكل ده يبقى كده ايه؟ كده العمليه نجحت. كده احسن شكل ممكن اوصل له. لكن هيبقى ليه في اختلاف. يعني ده في حته هنا خط اهو، لا دي شكلها جرح بس مش باينه قوي عشان شبه اللي حواليها. لكن ما اقدرش اقول لحد ان الجرح هيختفي 100%. اي جرح بيترك اثر.